السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. اهلا بكم متابعين الغاليين، عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. لو اول مرة تشوفوا الفيديو بتاعي حطوا لايك للفيديو واشتركوا في القناة لو انتم مش مشتركين. يلا بقى نخش على المقلب الجامد اللي عملته وفاء لحمدي. كان مقلب، بصوا مش قادرة اقول لكم، مقلب فظيع 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 خالص. بس للاسف قلب بكارثة في الاخر، يعني قلب مكنتش اتوقع ان المقلب نهايته تكون كده يعني. بص بقى، يعني مقلب كان جامد جدا. وفاء اتفقت مع ابو حمدي وام حمدي وكده، بس هم الصراحه في امانه الله ما كانوش موافقين. بس ما حبوش يزعلوا وفاء عشان خاطر ما تزعلش وكده يعني. كانت عامله مقلب، هم جايين من السفر واتفقت مع واحده صاحبتها، ادت لها المفتاح وفتحت الشقه وكركبت الدنيا، وهي شالت الفلوس وشالت الذهب. وفاء خبته من كل حاجه. بعد كده لما جم السفر لقوا الشقة بقى بتاعتهم. لسه حمدي بيركن العربية. حمدي كتر خيره جاي من السفر 10 ساعات، لسه بيركن العربية. فبتقول له ايه ده باب الشقة انت نسيته مفتوح. راح قال لها لا انا قافله كويس. المهم راح جريوا على الشقة ولقوا الدنيا متشقلبة فوق وتحت، وقعدت تصوت بقى واغمى عليها وتمثل بقى الدور وكده، واغمى عليها. وبصوا كان مقلب صراحة فظيع فظيع جدا يعني. وقعدت تقول هاتلي ذهبي وذهبي راح وشقة عمري راح وي والكلام ده كله قعدت تقول وفاء. راح حمدي قعد يفوق فيها، فقعد يقول لها يعني انت الذهب بتاعك، انا الفلوس اللي ضاعت مني اكتر من الذهب بتاعك، ربنا يزيدهم يا رب ويبارك في رزقهم ويزيدهم يا رب. ففضلت صراحة وفاء مثلت المقلب ده تمام. هي كانت حالفة لحمدي انها تقلب معاه، يعني تديله مقلب محترم، عشان هو بتقول لازم ارد المقلب اللي هو عمله لي. فهي حبت انها ترد له المقلب ده، بس الصراحة اتكت عليه قوي يعني، وجت على حمدي خالص خالص. الحاج جابر كان رافض والوالدة كانت رافضة، بس هم عشان ما يزعلوش وفاء فقالوا لها خلاص تمام امين امين. فالمهم راحت عملت المقلب دوت وراحت ادت لحمدي بقى ايه، خد مقلب محترم. بس بجد الصراحة في نهاية المقلب حمدي صعب عليا جدا جدا جدا، والله العظيم زعلت عليه. بصوا لدرجة ان بكيت كمان، يعني الموقف ضايقني خالص، زعلت عليه خالص. فالمهم في الاخر لما اغمى عليها وعملت يعني مش مدياله فرصة يا يتصل بالشرطة ولا يشوف الكاميرات ولا اي، مش مدياله فرصة اصلا، وشغالة تقول له انت وانت وانت وانت، عصبته وموتراه. فهو مش عارف بقى يتصل بالشرطة ولا عارف يدور على حاجة ولا عارف بصوا كانت موتراه خالص وفاء. المهم راحت في الاخر راحت قالت له ده مقلب. لما قعد يزعق يزعق يعني والنهار كده، قالت له ده مقلب ومش مقلب وكده، وقعدوا يصالحوا فيه ويعملوا فيه وكده. المهم راح قعد يعيط وبكى الصراحة جامد. صعب عليا والله يا حمدي، قعد يعيط ويقول انتوا اتفقتوا معاها وانا طالع عيني وانا جاي من مشوار 10 ساعات وبفسحكوا وبعمل لكم، في الاخر تعملوا فيها مقلب ومش عارفه ايه. زعل من ابوه وامه، بس الصراحه ابوه وامه ملهمش ذنب في المقلب ده خالص. هي وفاء كانت قص النصايب، وكان بنتها كانت عارفه برضو. فبجد المقلب كان جامد جدا. انتظروا الجزء التاني. انا بتهيألي حمدي مشي هيعمل لهم مقلب محترم، يا مش عارفه، كلنا منتظرين. انتظروا بقى الجزء التاني من المقلب هنا عندي في القناه بتاعتي باذن الله. ما تنسوش تحطوا لايك للفيديو واشتراك في القناه. السلام عليكم.